احنا النهاردة هنعمل زيارة للمرة الأولى داخل متحف اليوناني الروماني في اسكندرية. وده المتحف اللي لسه آخر حاجة اتفتحت في مصر كمتحف، هو المتحف I don't know اليوناني if it الروماني came بعد ما كان online or مقفول not لمدة yet, 18 سنة. واستعادوا because الترميمات it's a وعملوا brand توسيع new. في المتحف لأن لقوا القاعات بتاعته صغيرة جدا. ده سعر التذكرة للأجنبي 300 وللطفل 150 وللمصري 60. وده العرض القاعات، العرض المتحفي اللي موجود جوه، موجود 16 قاعة موجود فيها كل القطع اللي هنشوفها من داخل المعبد. مساء الفل عليكم. النهاردة هنعمل أول زيارة من داخل المتحف اليوناني الروماني. هو لسه فاتح بقاله يمكن أسبوع أو أقل. بس عشان تزور المتحف اليوناني الروماني وتستمتع جدا بالزيارة، انت محتاج تعرف شوية أساسيات عن الفن اليوناني الروماني وإيه الفرق بينه وبين الفن المصري القديم، عشان لما تخش المتحف المصري أو تخش متحف الحضارة أو تخش أي متحف فيه أي كوليكشن من مصر القديمة وبعدها تشوف أي حاجة من الجريكو رومان، تبقى فاهم الفن اختلف ليه أو إيه اللي حصل في الفن. فهناخد كده شوية نقط لأهم الحاجات اللي هنشوفها جوه، وهنفهم الفن عامل ايه وايه الحاجات اللي اتغيرت في الفن وايه الحاجات اللي ظهرت ما كانتش موجودة، عشان لما نخش نشوف اي تمثال او اي قطعة يوناني روماني نبقى فاهمين هي شكلها كده ليه. اهم حاجة لازم نبقى عارفينها ان الفن هو انعكاس للبيئة والثقافة. يعني الفن المصري القديم كان انعكاس للافكار المصرية القديمة، للميثولوجي المصري القديم، للثيولوجي، للفن، للثقافة، لكل حاجة. فهو ما كانش بس فنان قاعد بيعمل من دماغه حاجات، لا، كان ده مردود او انعكاس الناس كانت بتفكر ازاي والدنيا كانت ماشية ازاي والسلطة كانت ماشية ازاي. لما الحكم عندنا بقى يوناني روماني، ده ابتدى من الاسكندر الاكبر 332 قبل الميلاد، وانتهى في العصر الروماني في نهاية العصر الروماني تقريبا في القرن السابع لما الإسلام دخل مصر. الوقت ده كله مصر كانت تحت الحقبة اليونانية الرومانية، والعاصمة كانت في اسكندرية في العصر اليوناني، وكمان في العصر الروماني كملوا على اسكندرية، فضلوا موجودين في اسكندرية. ايه اللي حصل في الفن؟ الجريك او اليونانيين اول ما جم مصر كانوا لسه مستجدين، يعني كانوا لسه اول مره يخشوا مصر. الحضاره في مصر في الوقت ده كانت ليها صيت ذائع في كل العالم. فهم لما جم مصر كانوا اذكياء جدا، بحيث ان هم دمجوا شويه حاجات سمات من الفن عندهم مع الفن المصري. فالفن اليوناني او الفن المصري في الحقبه اليونانيه هنلاقيه مش فيه اختلافات كبيره بينه وبين الفن المصري القديم، لكن هنلاقي ان الفن الروماني اختلف تماما عن اللي كان عندنا في مصر. طيب ايه اللي حصل في الفن اليوناني الروماني من تغيير من الفن المصري القديم؟ اول حاجة السيمترية، دي كانت من الحاجات المهمة جدا اللي موجودة عندنا في مصر القديمة سواء في الفن او في العمارة. طب ايه اللي حصل للسيمترية؟ السيمترية دي اتغيرت لانه افكار الانسان نفسها اتغيرت، الديانة عنده اتغيرت، المعتقد الديني اتغير. انه الانسان كان بيرسم او بينقل فكرة زمان في مصر القديمة. لما جم اليونانيين، لا، اليونانيين عايزين ينسخوا نفس الشكل يعملوه. لما جم يعملوا تماثيل عملوا تماثيل خطيرة، عملوا تفاصيل خطيرة في اللبس. تلاقي الطبقات بتاعة اللبس والتفاصيل بتاعة الجسم والعروق وكل حاجة منحوتة كويس جدا، بالرغم ان معظم تماثيلهم معمولة من الرخام. الرسومات بقى ما كانش فيها اي سيمترية. يعني المصري القديم كان مهتم جدا بالسيمترية وفكرة الماعد حتى في الرسم عنده الهارموني يعني. لكن اليوناني القديم ما كانش مهتم جدا بالموضوع لانه ما كانش جزء من ثقافته، بس حب ايه، يحط التاتش بتاعه على الفن المصري القديم. فبقينا في مصر القديمة نلاقي ايدين يمين وشمال، ايدين مظبوطة وايدين مش مظبوطة، لانه هو هنا بينقل فكرة فالمتلقي عارف. وساعات لما نبقى عاملين الايدين كده فالايد تبقى نفس الباترن متكررة، يعني ايد واحدة هي نفسها متكررة مرتين، وهكذا، يعني وفقا للرسمة اللي موجودة. لكن اليونان الروماني ما كانش بيهتم قوي بالكلام ده، فكان عنده انا ايدي يمين ما ينفعش ارسمها شمال، فكان اليمين يمين والشمال شمال. الرجلين نفس القصة، لان المصري القديم برضو من السيمترية كان بيرسم نفس القدم متكررة مرتين، وفي الغالب الرجل اللي باينه لنا هي الرجل اليمين عشان الصباع الكبير هو اللي طالع، فكان بيكرر الرجل مرتين تبقى تحس ان الرجلين يمين. لكن ده من فكرة السيمترية. لكن اليوناني الروماني ما كانش فارق معاه سيمترية، ولا كان فارق معاه هارموني، ولا فارق معاه الماعد، ولا اصلا في معتقداته. فلما جه رسم الناس، الايدين دايما مظبوطه، الايد اليمين دايما يمين والشمال دايما شمال، والرجل اليمين دايما يمين والرجل الشمال دايما شمال. يعني هنلاقي الصوابع كلها مظبوطه. لو انت عندك رجلين، واحد واقف ورجله الشمال هي اللي بره، هتلاقي الصوابع كلها باينه. هو عايز يعمل تمثال مثالي ورسمه مثاليه، فالناس كانت بتبقى شكلها رياضي جدا. يعني عمرنا ما لقينا واحد مثلا مرسوم بكرش. لكن الفن اليوناني الروماني هنلاقي عند حته البطن وفي حته معموله كده، وده بيبقى باين جدا في سمات الفن اليوناني الروماني.
تاني نقطة مهمة جدا في الفن اليوناني الروماني هي التماثيل. التماثيل زي ما قلت لكم ان هو على قد ما بيقدر كان بيعمل نسخة طبق الاصل من الاصل، يعني يجيب واحد ويقعد ويعمل تمثال زيه بالظبط، نفس الشكل ونفس التفاصيل ونفس الجسم ونفس اللبس ونفس الشعر ونفس كل حاجة، فيطلع في الاخر كأنك شايف بني ادم حقيقي. لكن ده ما كانش بيفرق معانا قوي في مصر لان احنا بننقل فكرة. فلما تيجي مثلا تقارن بين كل تماثيل رمسيس التاني بوشه وتقارن بين الموميا اللي موجودة في المتحف، الاتنين ملهمش علاقة ببعض. فهو بينقل فكرة وعايز يقول ان الملك سماته وملامحه وشكلها كده، الملك جسمه رياضي شكله عامل كده. بس هو ما كانش مهتم قوي بصراحة ان هو يقول لك يعمل نفس وش رمسيس في التماثيل. فهي في نسبة عالية جدا من السريالية موجودة في الفن المصري، سواء التماثيل او النقوش والمنحوتات اللي موجودة. لكن اليونان الروماني كان عنده قصة تانية خالص، لانه كان بينسخ، ما كانش بينقل فكرة. يعني هو كان فن رياليستيك، يعني كان فن واقعي. هو كان بيعمل نفس اللي شايفه قدامه بيعمله، شاف شجرة بيرسم شجرة بالظبط، شاف بني آدم راجل بيرسمه بالظبط. نقطة تانية مهمة جدا في التماثيل انه المصري كان اهم حاجة عنده ان الحاجات بتاعته تعيش الى ما لا نهاية، الانفينيتي. اليوناني الروماني ما كانش عنده فكرة الانفينيتي ده، ما كانش مهم عنده ان التمثال يعيش الى ما لا نهاية، بس كان عنده مهم ان التمثال يطلع شكله حلو. فبالتالي ما اهتمش ان هو يعمل دعم للتماثيل بتاعته. فبالرغم من ان التماثيل اليوناني الروماني احدث زمنيا من المصري القديم، هنلاقيها كلها متكسرة، في حين ان تماثيل الدولة القديمة مش متكسرة. الدولة القديمة دي اللي هي أقدم حاجة عندنا من عصر الأسرات. طب ليه ده حصل؟ لأنه زي ما بقول لكم كان بينسخ الحاجة اللي بيشوفها قدامه. فكان بيشوف ست يهتم جدا إن يخلي الست شكلها حلو، ويعمل لها شعر كيرلي وطبقات كتيرة، وتبقى لابسة هدوم طبقات كتيرة فوق بعض، ونلاقي الكسر والكشكشة والدانتيل ومش عارف ايه في اللبس. فده كله تفاصيل كانت بتقل وزن التمثال. لما التمثال يبقى وزنه تقيل لازم نعمل له دعم، خاصة في الأماكن الضعيفة. ايه هي الأماكن الضعيفة في التمثال؟ الأماكن الضعيفة في التمثال زي مثلا الرقبة. الرقبة دي بصوا حتة صغيرة فوقيها راس كبيرة، وبعدين ممكن تحط بقى شعر وتحط حاجات كتيرة ايه فوق الراس. طبعا كل ما بتزود في التفاصيل اللي فوق الدماغ كل ما الحتة دي بتبقى أضعف وبتبقى أسهل في الكسر. فهنلاقي معظم التماثيل اليوناني الروماني دماغها مكسورة، لأن هو مفكرش أبدا إنه يعمل دعم للرقبة، سابها هي زي ما هي وعمل دعم. المصري القديم هو اللي عمل دعم، فحط مثلا اللحية المستعارة اللي بنسميها الفولس بيرد بتاعة الملوك، حطها عشان يعمل دعم للجزء ده. اليونان الروماني ما اهتمش بده، حتى الأباطرة وحتى الملوك ما عملهمش دعم في تماثيلهم. زي ما كان كمان الفن اليوناني الروماني هو فن شوي، لأن هي أصلا إمبراطورية وحضارة قائمة على الحرب وقائمة على إظهار القوة. فده كان بيحصل برضو في الفن، لأن الفن انعكاس للأفكار دي. فكان عايز يبين القوة في التماثيل والقوة في الرسومات اللي بيعملها. فكان دايما بالنسبة للست كان بيختار شكل واحدة شكلها جميل جدا وجسمها جميل جدا، أيقونة يعني. في الراجل كان بيختار بني آدم جسمه برضو حلو وعنده عضلات، بس العضلات ولا قاعدة كده كراجل مش هتبان، فلازم اقعد اعمل بقى شوية بوزز كده واحرك ايدي عشان ابين العضلات اللي هنا، وارفع رجلي عشان السمانة والحاجات دي. فده ادى لانه الدعم برضو في التمثال قل، لان انا لما برفع ايدي كده الحتة دي بتبقى ضعيفة، والايد دي ممكن نحط لها حته عضله فتبقى تقيله شويه، وباقي الايد مفيش اي دعم، يعني كل الارتكاز على النقطه دي. فده ادى لان الايدين بتتكسر، والرجلين اي بوز مختلف في الرجل بيخليها تطلع حته منفصله صغيره، ده كان بيؤدي ان التمثال رجليه بتتكسر. ولكن ده كان مهم عنده لانه عايز يظهر القوه في الراجل كانت العضلات، والقوه في الست كانت الجمال. حاجة كمان مهمة جدا، فرق أساسي جدا بين الفن المصري القديم سواء كارفينجز أو سواء تماثيل، هنلاقيها الأبعاد. يعني ايه الأبعاد؟ يعني احنا في مصر القديمة لما كنا بنرسم ست كنا بنرسم الست بإحساسها. لما نشوف خد كده نعرف ان ده خد واحدة ست، لما نشوف عين نعرف ان دي عين ست. يعني هنلاقي تماثيل كتير متكسرة، وهنلاقي نقوش متكسرة، يعني حيطة مكسورة وموجود جزء من الوش. لو شفنا العين لوحدها لا دي عين ست، لو شفنا ايد لا دي ايد واحدة ست. كل ملامح الوش كانوا بيعملوها أنثوية التعبير والمشاعر. فكان شكلها بيبقى مختلف تماما عن ان انت ترسم راجل او تنحت راجل او تعمل تمثال لراجل، لان الراجل ملامحه فظة شوية غليظة، بيبقى عنده اختلاف شوية في ابعاد
يعني مثلا البق اكبر شويه، الشفايف بتبقى اتخن شويه، الخد ما بيبقاش املس بالشكل ده، بيبقى فيه عظم بارز. ده كله كان واضح جدا في الفن اليوناني الروماني. لما ابتدى يعمل تماثيل للرجاله، ابتدى يعمل شكل الراجل في الوش بيبقى باين جدا ان هو ايه، في عضلات حتى طالعه له في وشه، يعني نلاقي الخد، عظمه الخد دي طالعه، عظم الفك طالع. في مصر القديمة كان بيرسم الست بإحساس والراجل بإحساس، لكن تعرف تفهم ان ده راجل ولا ست، بس مش ملامح فظة. يعني مش ملامح اول ما تشوفها كده تحس ان الراجل ده ناشف، وتحس ان الست دي يعني فيها ميوعة زيادة عن اللزوم. لا، بيبقى فيها بتحس الانرجي بتاعتها بتاعت ست، والانرجي بتاعت ده راجل، لكن ملامحهم مش فظة ومش مثيرة من اي نوع من الانواع. لكن اليوناني الروماني كان بيهتم جدا ان هو يقول ان الرجالة قوية، فالراجل لما يبقى قوي. دلوقتي الرجاله بيعملوا حاجات في الوش، بيعملوا بوتوكس وحاجات تعمل عضل، تعمل عظم هنا، فبتبقى فيه عظم بارز وحتت داخله في الوش ومش عارف ايه، والفك شكله عامل ازاي، فيبان شكله كده ملامحه ان هي ايه، انا جامد يعني. ونفس القصه في الستات. فكانت الستات بيبقى شكلها مختلف تماما عن الرجاله، بس بشكل فظ، يعني بشكل مش بيبقى سلس ان الواحد يشوفه ويتقبله. حاجة كمان مهمة جدا كان بيعملها، انه بياخد نفس الابعاد. يعني انا دلوقتي عايزة اعمل تمثال لراجل وعايزة اعمل تمثال لست. في مصر القديمة طبعا في فرق في الابعاد، في الحجم، في تفاصيل الجسم. فلما اجي اعمل واحده ست مش هعملها نفس الست نفس طول الراجل، الست طبعا اقصر شويه من الراجل، ملامحها البنيه بتاعتها اصغر شويه، العظم بتاعها اصغر. الراجل عظمه اعرض شويه، طويل شويه، عنده عضلات شويه، فجسمه اكبر شويه في المساحه. اليوناني الروماني كان بيعمل نفس الابعاد، يعني انا بعمل التمثال وبعدين اقرر ده راجل ولا ست. فالنتيجه بتطلع ان الستات ضخمه، الستات عندهم بنفس جسم الراجل، يعني الست بس بنزود لها الملامح الانثويه في الجسم، لكن هي نفس حجم الراجل، الكتف نفس حجم الكتف بتاع الراجل هو حجم الست، نفس الرسمه هي نفس التمثال هو، بس احنا بنشوف ده راجل ولا ست، وبناء عليه بنزود الحاجات اللي بتمثل الراجل وبنزود الحاجات اللي بتمثل الرجل. بتكلم على الاعضاء الانثويه والذكوريه في الجسم، يعني انعكاس لمفهومه، لانه ما بيبقاش شايف الست بمشاعر الست، لا ده شايف الست ان هي مصدر للمتعه. الست لازم تكون جميله جدا، لازم جسمها يكون حلو. ولما اختار واحده تمثل آلهة الجمال عند اليونان او الرومان، اختار واحده جميله زي فينوس وافروديت، عشان دول صريخ الجمال يعني. فلما نختار واحد راجل لازم نختار راجل ضخم، عريض المنكبين، فيه عضلات في كل حتة، وبيعمل بوزز كده عشان يبين عضلاته. لكن في مصر الناس كانت غالبا ما بتفكرش بالشكل ده، يعني انا مش عشان ابقى راجل لازم ابقى عضلات، لا، الرجولة والأنوثة دي كانت انرجي وكانت مشاعر داخلية ما بتطلعش في شكل الجسم. يعني مش عشان انا راجل ابقى شكلي بيخوف، ومش عشان انا ست ابقى طول الوقت قلعة. فده فرق مهم جدا في الكونسبت او في الافكار بتاعتهم اللي انعكست في الفن، سواء في التماثيل او في النحت او في النقوش اللي مرسومة في اي مكان. دي معابد مصرية اتبنت في حقب يوناني روماني. عشان كده لما نروح اليونان او نروح روما الفن مختلف تماما، لان ده فن مصري بس هم حطوا التاتش بتاعهم، ده مش فن يوناني وده مش فن روماني. لكن في بلادهم في اليونان هنلاقي فن يوناني صرف، وفي في روما هنلاقي فن روماني صرف. عشان كده في فرق كبير في الفرق بين اشكال المعابد هنا واشكال المعابد عندهم في الفترة اليوناني الروماني. احنا كان عندنا حاجة اسمها صالة الأعمدة جوه المعبد. صالة الأعمدة على الأقل بتبقى صفين أعمدة، ده في بدايات صالات الأعمدة، وبعد كده بقت صفوف كتير. أضخمهم طبعا اللي هي معروفة في معبد الكرنك. لكن اليوناني الروماني ما كانش مهم عنده برضو السيمترية في المبنى، يعني السيمترية عند المصري القديم أو الهارموني ده كان حاجة في كل حاجة في حياته. يعني ما يجي يتكلم هو بيتكلم وفقا للماعت ولا لا، بيفكر عنده نيته وفقا للماعت ولا لا، بيشتغل وفقا للماعت، المبنى ده معمول وفقا للماعت ولا لا، التمثال ده وفقا للماعت ولا لا. لكن اليوناني الروماني ما كانش عنده حاجة اسمها ماعت، فمش فارق معاه. فلما يجي يعمل معبد مش هنلاقي سيمترية في كل حاجة في المعبد. يعني لو قسمنا المعبد نصين، المفروض ان النص اليمين زي النص الشمال زي ما كان في المعابد المصرية القديمة. فهنلاقي ملك عمل مثلا 3/4 معبد، او في ملك عمل المعبد كله، ده مهم في السيمترية. لكن في اليوناني الروماني ممكن نلاقي واحد عمل عمود وراح اتقتل، واحد عمل حتة من الحيطة وراح اتقتل، فهنلاقي الخراطيش كلها فاضية في اليوناني الروماني. هنلاقي كمان حاجة اسمها تيجان الأعمدة الكورنثية، اللي هي عبارة عن زحمة قوي، يعني حاطين كل العناصر مع بعض وانت اللي يعجبك خده. حاطط مثلا برد، تلاقي حاطط لوتس،
حاطط عنب، حاطط ورق شجر، حاطط زهور، حاطط كل حاجة، كل العناصر حاططها مع بعض وعاملها في تاج العمود ده. بالنتيجة في المبنى ما كانش فيه دايما سيمترية، لانه ده ما كانش مهم عنده. وكمان هو عصر كان قايم على القتل، يعني كله قتل بعضه، اللي قتل اخوه واللي قتل اخته واللي معرفش عملت ايه في اخوها واللي قتلت ابوها وامها عشان تمسك الحكم وحاجات كده. كانت عصور دموية جدا. نيجي بقى لبداية الدمار. بداية الدمار ده حصل امتى؟ في نهايات العصر اليوناني مع بداية العصر الروماني. الرومان دول كانوا اغلظ كمان من اليونان. يعني الرومان دول كانوا بيتكلموا بالسيف بس ما عندهمش تفاهم. يعني واحد ينزل في يوم يخلص على 20,000 كده الصبحية. أول ما نزل واحد اسمه كاراكولا نزل في يوم كده قتل 20,000 واحد في يوم واحد في اسكندرية. وكلهم كانوا كده، كلهم بالمناسبة كانوا بينزلوا يخلصوا على طول. اللي هو ايه، انت هتعبد التمثال ده وهتقدم قرابين، اهلا وسهلا. مش هتقدم قرابين، يلا اقتل. عشان كده القرن الثالث والرابع معروف بعصر الشهداء في المسيحية، لانه الرومان كانوا يعني توغلوا في حتت كتير، والناس ابتدت تخش في المسيحية لانهم مش لاقيين اي رجا في الرومان دول. يعني مش لاقيين الرومان ده بيقول اي حاجة كويسة تخليني امشي وراه. بيهري في هري ملوش لازمة، وبيتكلم في تعدد آلهة، وبيتكلم في كل حاجة بايظة، وبيتكلم بالقوة وبالسلطة وبالسيف وبالقتل. فما حسوش ان عندهم ethics او عندهم حاجات نمشي وراها. فاول ما ظهرت المسيحية الناس ابتدت تخش باعداد كبيرة في المسيحية، خاصة في البلاد اللي زي مصر والبلاد اللي جنبها في الميدل ايست. فابتدوا يقول له انت هتسمع الكلام ولا مش هسمعك، لسه مش هنتكلم مع بعض. فيروح مخلص عليهم. فكانت كمية ناس بتتقتل في ايام كان بيخلص على مدينة كاملة. فده السيستم بتاع العصر اليوناني الروماني. الرومان بقى دول في بداية العصر الروماني ونهاية العصر اليوناني ابتدت طبعا الحضارة المصرية خلاص. الناس تعبت، الفقر ابتدى ينتشر ومفيش تعليم، والحاجات كلها ابتدت تبقى في النازل. الفن المصري في النازل والثقافة المصرية في النازل، وكل حاجة في النازل. مع قدوم الرومان خلصوا على اللي فاضل. يعني الرومان ده أول أسوأ احتلال حصل في مصر، والتاني اللي بعده كان الاحتلال العثماني. الاحتلال الروماني ده قفل المعابد كلها، قتل أي حد متبقي من الكهنة المصريين، سرقوا أي حاجة موجودة، دمروها، كسروا معابد، قفلوا مدارس، منعوا تعليم، ما كانش فيه أي ممارسات دينية، ما كانش فيه أي فن بيتعمل، ما فيش تحنيط لأن ما فيش كهنة. أي حد كانوا بيمسكوه كانوا بيخلصوا عليه. أي مخطوطات بردي أخدوها وسرقوها، أي ذهب لقوه سرقوه وسيحوه وعملوا بيه حاجات تانية. اللي كانت بطول ايديهم من المباني كانوا بيكسروه، بيعيدوا استخدام الاحجار. عملوا تجريف ثقافي كامل للبلد، فالناس ما عندهاش اي هويه. بعد كده ابتدت تظهر المسيحيه، فالناس ابتدت تخش بقى لان لقت ناس بتقول كلام كويس وهم كانوا عطشانين للحاجات دي، فدخلوا في المسيحيه باعداد كبيره. وده بيفسر ليه مصر من اوائل البلاد اللي دخلت بسهوله في المسيحيه. يعني الموضوع ما خدش معاها قرون زي اوروبا. قبل ما نخش المسيحيه في مرحله العصر الروماني ده، طبعا لما تشوفوا وتروحوا مثلا المعبد المصري وتشوفوا المنتجات الروماني، هتلاقوا حاجات لا تقارن بالفن المصري. التماثيل الصغيرة دي حاجة يعني ما فيهاش اي سيمترية، ما فيهاش اي تفاصيل معمولة كويس، ما فيهاش اي حاجة. فالفن حصل له انحدار رهيب. بعد كده ابتدوا بقى يخشوا في سكة بقى ان احنا نعمل تماثيل من الرخام، لكن الفن في العموم كان ضايع. يعني دمروا كل ما تبقى من الفن المصري والثقافة المصرية اللي كانت موجودة في مصر، وابتدوا ينشروا ثقافتهم. بس احنا كمصريين احنا عمرنا ما بنقبل حد يجي يمشينا من بره، يعني حد اجنبي يجي يمشي كلامه علينا. ممكن نستحمل شوية لان ما بيبقاش عندنا القوة ولا الجبروت ان احنا نقضي عليه، بس احنا ما بنستسلمش، يعني ما نسمعش كلام. فدايما هتلاقوا اي اجانب موجودين في مصر هم مجتمع داخل المجتمع، هم مجتمع منفصل. حتى اللاجئين، يعني الانتر اكشن ده بيحصل بشكل يومي في الحياة اليومية العادية. بس في التفاصيل والثقافات وطريقة ممارسة الشعائر والكلام ده لا، احنا طول عمرنا احنا لينا شخصية مسيطرة في البلد، وما بنقبلش اي حد من تاني جاي من بره يفرض علينا تفكيره وآراءه وشخصيته وعقيدته وفنه واي حاجة. فكان المصريين عايشين في مجتمع لوحدهم، والرومان في مجتمع لوحدهم. دول قاعدين في حتة كده عاملين قصور وعاملين حمامات روماني، عاملين تماثيل وعاملين مش عارف ايه، واحنا قاعدين في حتة تاني منعزلة. الناس طالع عينيها وعمالين ياخدوا منهم فلوس كلها اللي بيطلعوها من الارض، وعمالين ينصبوا عليهم وعمالين يفرضوا عليهم ضرائب، والناس خلاص حالها بقى يغم يعني. ده بشكل مختصر الوضع القائم كان في البلد في العصر اليوناني ومن بعده العصر الروماني. الاساطير دي فهتلاقوا في بدايات المسيحيه
اي حاجات معمولة من الحجر، منحوتات، هتلاقوا فيها اساطير رومانية او اساطير يوناني روماني موجودة في الحجارة، برغم ان هي كانوا بيحطوها في الكنائس. طبعا المسيحيين كانوا واخداهم الحماسة قوي وما بيسمعوش كلام الرومان. لما حد يجي يقول لي بخر قدام التمثال الاله مش عارف زيوس ولا مين، هروح اقول له لا انا مش ببخر، وانا مؤمن بالمسيح، وانا لو عايز تقتلني اقتلني. فالناس كانت بتعمل كده، فكانت بتتقتل باعداد رهيبه. طبعا هو كان عامل القصة دي عشان هو ضد معتقدات المسيحيين، اللي هي مثلا محبة وانك تبارك اعدائك ومش عارف وتحب كل الناس. فما يجي واحد في الجيش عندي يقول لي حب كل الناس، بالنتيجة انا مش هيبقى عندي حرب، مش هيبقى عندي جيش يروح يحارب حد تاني بما اننا كلنا زي بعض. فهيدمر له الاساس بتاع الحضارة اليوناني الروماني، وبالتالي مش هيبقى في حضارة يوناني روماني. عشان كده هم كانوا ضد المسيحية، مش عشان هم عندهم مشاكل مع المسيح ولا عندهم مشاكل مع المعتقدات دي، لا، هي فكرتهم الأساسية ان انت ما تأثرش على كياني، على وجودي. هتسمع الكلام، اسمع الكلام، اعمل اللي انت عايزه، تروح بقى تعبد المسيح، تروح تعبد بوذا، تروح تعمل تمثال لأي حد انت عايزه، انا كسلطة ما عنديش مشكلة. لكن ما تروحش تقولي بقى افكار بقى السلام واحبوا اعدائكم وتبوظوا لنا الليلة اللي احنا بنعملها. فبالنتيجة كانوا بيفرضوا على المسيحيين ان هم يحطوا تماثيل للآلهة بتاعتهم جوه اماكن العبادة بتاعت المسيحيين. فالمسيحيين طبعا بيرفضوا، انه بيقولك انا مش هبخر اوثان، بيسميها الاوثان، ولما دخل الاسلام سميناها اصنام. انا مش هبخر للاوثان، كأنا واحد مسيحي مؤمن بالمسيح، انا اللي انت بتعبده ده حجر، ده مش اله ولا حاجة، فانا برفض. فيرفض يروح مقتول على طول. فده كان شرط ليهم ان انت تحط التماثيل بتاعتنا جوه بيتك، وتحط التماثيل بتاعتنا جوه دور العبادة بتاعتك. اللي كان بيمشي حاله وبيوافق تمام، اللي ما كانش بقى تاخدوا الشهامة بقى ولا وانا مش هعمل قرابين ومش هبخر، تعالى يا حبيبي، يروحوا قاطعين دماغه على طول. ما كانش عندهم تفاهم وما عندهمش وقت يضيعوه، اللي هو الموضوع واضح، هتسمع الكلام اهلا وسهلا، مش هتسمع الكلام تعالى نموتك. الحاجات اللي احنا هنشوفها السمات الرئيسية او التيمات اللي موجودة جوه المتحف اليوناني الروماني. طبعا المتحف اليوناني الروماني يعني جواه اكتر من 10,000 قطعة، معظمها اتوجد في اسكندرية. احنا عندنا مشكلة كبيرة مع اسكندرية، لان اسكندرية الأصلية مساحتها قلت، لان حصل مد وجزر في البحر، ففي جزء كبير من المدينة غرق في البحر. عشان كده كل شوية بيعملوا حفاير، بيطلعوا شوية من الآثار الغارقة بتاعت مدينة الإسكندرية الأصلية، خاصة في اليوناني، لأن اليوناني خلص جه الرومان دمروا مدينة الإسكندرية بتاعت اليونانيين وعملوا اسكندرية بتاعت رومان. فما عندناش حاجات كتيرة من العهد اليوناني. يعني مثلا العصر اليوناني ابتدى بالإسكندر الأكبر، ومن بعده بطليموس الأول لغاية آخر واحد، وبعدين جت كيلوباترا. بعد كيلوباترا ابتدينا العصر الروماني. فجزء كيلوباترا ده مثلا احنا تقريبا لقينا كام تمثال بسيط او كام راس لكيلوباترا، ومفيش حاجة تانية يعني المقبرة بتاعتها ما لقيناهاش، القصر مش موجود، كل الحاجات دي تقريبا غرقت في البحر. نفس القصة مع الإسكندر، ومعضلة إن إحنا كل شوية بنقول إن في اكتشاف ربما يكون مقبرة الإسكندر في اسكندرية، لأن ده اكتشاف مذهل، لأن الإسكندر ده عمل إمبراطورية ضخمة جدا حوالين البحر المتوسط. فهتبقى حاجة ذو قيمة وذو شأن لما نكتشف مقبرة الإسكندر، هي لغاية دلوقتي لسه ما اكتشفناهاش. احنا بنتفرج لازم نبقى عارفين ان عمه الإسكندر الأكبر ده مش راجل عظيم زي ما الناس كلها فاكرة، وراجل كان مهتم بالثقافة ومهتم بالفن والحاجات اللطيفة اللي احنا بنقولها دي، لأنه الإسكندر الأكبر ده راجل كان اللي يهمه ان هو يسيطر على البحر. عشان كده عمل الغزوات بتاعته كلها حوالين البحر، ولما حب يمشي شوية راح رايح ناحية العراق، برضو مش بعيد قوي من البحر المتوسط. وبعد كده مات هناك، جاله تقريبا دور حمى ومات في سن صغير في الثلاثينات. غير كده هو ما اهتمش قوي بالثقافه، يعني الثقافه هعمل بيها ايه؟ انا عايز تجاره، عايز فلوس، نجيب شويه يهود نحطهم في اسكندريه عشان يمشوا لنا التجاره شويه، لان هم شاطرين في الحاجات دي. بعد كده يجي لنا بقى بطليموس الاول والتاني بعد الاسكندر الاكبر، يروح بطليموس التاني ده يقول طب احنا ليه ما نعملش مكتبة في اسكندرية وتبقى ذائعة الصيت وتبقى مركز ثقافي للعالم كله، زي ما اسكندرية هتبقى بلد ليها شأن عظيم. فبطليموس التاني ده من اهم الحكام اللي حكمت في عصر البطلمي او الهيلينستي، او اللي بنسميه يعني العصر اليوناني، اللي هو ابتدى من الاسكندر انتهى بكليوباترا السبعة اللي هي اشهر واحدة فيهم. بطليموس الثاني هو اللي عمل مكتبة الإسكندرية داخل القصر بتاعه. بطليموس الثاني هو اللي عمل فنار الإسكندرية، اللي هو كان من عجائب الدنيا السبع اللي فضل موجود معانا لغاية القرن 13 بعد الميلاد.
تاني هو كمان الراجل اللي خلص كل الانفراستراكشر وكل البنية التحتية بتاعة مدينة الإسكندرية، وخلص المقبرة بتاعة الإسكندر، وخلص كل المباني بتاعة البلد، وجاب جسد أو جثة الإسكندر بعد ما اتحنطت، جابها حطها في اسكندرية في المقبرة بتاعته اللي احنا لسه بندور عليها. الحاجات المشهورة جدا عن العصر اليوناني الروماني ان هما اللي ابتدوا يعملوا الموزايك. الموزايك ده اللي هو حجارة متكسرة ومعمولة جنب بعض متلزقة عاملة منظر. الكلام ده طبعا ده مش مظبوط، لان اقدم موزايك عندنا موجود في مصر، موجود في المجموعة بتاعة سقارة، وفقا للرواية الأثرية الرسمية ان سقارة بترجع لعصر الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة في الدولة القديمة، يعني 2700 قبل الميلاد. احنا عندنا موزايك معمول من درجات الأزرق والأخضر اللي خدت تقريبا 2000 سنة عشان تبدأ تظهر الألوان دي في أوروبا، عشان يعرفوا يعملوا درجات الأزرق ودرجات الأخضر. دي كانت من الألوان المعقدة جدا. احنا في مصر طبعا كنا بنعمل تحنيط وبنعمل ليالي بقى في التحنيط، يعني نعمل تحنيط ونعمل الجثة نلفها كده ونحط بين اللفائف شوية تمائم عشان الحماية، وبعدين نعمل ماسك. والماسك ده غالبا كان بيبقى مرصع بالحجار الكريمة ومحطوط عليه شيتس كده من الذهب او على الاقل من الفضة. بعد كده بنحط الموميا كلها جوه كذا صندوق بنسميه التابوت. طبعا الصناديق دي مواد بتاعتها بتختلف، يعني ارخص حاجة كانت بتتعمل من الخشب المرسوم. فطبعا كل ده بعد ما بيحطوا المجوهرات كلها على الموميا. العصر اليوناني الروماني ما بقاش عندنا الكلام ده، ما بقاش عندنا كهنة تعمل تحنيط، ما بقاش عندنا فنانين يعملوا الكلام ده، ما بقاش عندنا فلوس. هم عايزين يسحبوا فلوس ياخدوا فلوس بس ما يصرفوش. فبالنتيجة ما بقيناش يعني حتى شوية كده في العصر اليوناني ابتدينا كنا لسه بنعمل تحنيط، لانه كان في شوية كهنة موجودين. في الاواخر ما بقاش عندنا تحنيط. وبعد كده كمان ما بقيناش نعمل بقى توابيت بقى جوه توابيت، ونعمل ذهب ونرصع ونرسم ونحفر ومش عارف ايه ومجوهرات حط واعمل ماسكات واعمل مش عارف ايه. لا، ما بقيناش نعمل ده. فبدل كل الليلة دي بقوا يرسموا بورتريهات للناس. يعني انا مثلا يعملوا لي بورتريه ويحضروا البورتريه بتاع الشخص ده، لما يموت يروحوا لازقينه على وشه، لازقينه على وش الموميا. فهنلاقي السيستم ده كان شغال في اليوناني ولغاية اوائل الروماني مثلا. وفي وجوه لقيناها كتير اسمها وجوه الفيوم، دي مشهورة جدا، موجود منها جزء في المتحف المصري وأجزاء برضو منها متنطورة في كل متاحف العالم. بما إننا ما بنعملش توابيت وما بنعملش الزحمة دي، فبقينا نعمل شواهد قبور، لأنه الموضوع بقى أسهل. يعني أنا اللي هيموت ده يا إما أحرقه في الروماني، في حتت كده في الكاتاكومب في اسكندرية موجود مكان للقرن، الفازة دي اللي بيحطوا فيها الأشز بتاعت الناس اللي بيحرقوها ويركن. احنا عمرنا ما حرقنا كمصريين، والسيستم ده ما استمرش عندنا، يعني كان في الوقت الرومان بس وبعد كده سابنا. من اهم السواليس اللي كانت عندنا في مصر فكرة ايزيس واوزوريس وابنهم حورس. طبعا لما جم اليونان، طبعا ايزيس عايزه اقول لكم من العبادات او من الاسماء اللي انتشرت في العالم كله، يعني من فعندنا كان ثالوث مشهور جدا اللي هو ايزيس اوزوريس وحورس. فايزيس فضلت مكمله زي ما هي ايزيس، شالوا لنا بقى اوزوريس، جابوا سيرابيس وجابوا ابنهم حربقراط. فالثالوث ده كان مشهور جدا واستمر معانا حبه حلوين في اليونان الروماني. يعني لما تروحوا المتحف هتلاقوا تماثيل كتيره جدا لايزيس، وسموا ايزيس كذا، يعني هتلاقوا اسماء تانية لايزيس، بس هي ايزيس الاسم الاساسي. وسيرابيس ده موجود اللي هو جوزها، وبعدين هتلاقوا ابنهم ده معرفش غالبا ملوش تماثيل في المتحف. بعد كده هتلاقوا تمثال كبير جدا في نهاية الزيارة لإيزيس برضو. من الحاجات برضو اللي مشهورة ومعروف بيها الرومان اللي هي صك العملة. بس هي مش بنفس شكل وفكرة العملة اللي كانت موجودة في العهد الروماني. فهتروحوا اسكندرية في آخر جزء في المتحف هتلاقوا أوضة كبيرة مليانة عملات من بداية الإسكندر، وهتلاقوا أشكال بقى مختلفة. والعملة زمان كانت تستمد قيمتها من المعدن اللي معمولة منه. ففي فترة معينة كان عندنا عملات من الذهب، بعد شوية بقينا فضة، بعد شوية بقينا برونز نحاس. لما اليهود بقى ابتدوا يتشطروا شوية، بدل ما الجزء الأخير بقى هنلاقي فيه حاجات. لما ابتدت المسيحية تبقى الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية مع قسطنطين في القرن الخامس، هم برضو نفس الرومان فضلوا مكملين على نفس السيستم، ان احنا اقوياء وان احنا شوي والناس كلها لازم تعرف ان احنا بقينا مسيحيين. فلما الرومان بقوا مسيحيين ابتدوا يكملوا في نفس السكة، ان هو الناس كلها لازم تبقى مسيحيين.
وفي بلاد كتير دخلوها بالسيف عشان ينشروا الفكرة بتاعتهم. الناس كلها لازم تسمع كلامنا، احنا بس اللي بنفهم. مش بس كده، كمان لأ، كمان كانوا بيفرضوا الستايل بتاعهم في الكنايس. ده كمان لما بقى عندهم شهداء مشهورين او قديسين مشهورين نشروهم في العالم كله. يعني سان جورج مثلا او ماري جرجس الاشهر هو روماني، فماري جرجس ده في اوروبا في اي حته تلاقي ماري جرجس. وهنا في مصر يعني لو انت مش مسيحي يمكن ما تعرفش، بس لو مسيحي كده عارف اي كنيسه هتخشها هتلاقي حاجه لماري جرجس. اتليست هتلاقي ايقونه مثلا، هيكل متسمي على اسم ماري جرجس، جزء من الرفات او الجسد بتاعه محطوط في انبوبه كده من الخشب وملفوف بقماش احمر ومحطوط جوه الكنيسه. فهو كان ذاع جدا صيته عشان هو كان روماني، وهم نشروا فكرة ماري جرجس أو سان جورج في كل حتة. تاني واحدة كانت مشهورة جدا سانت كاترين. سانت كاترين أنا معرفش ليه هي مش مشهورة قوي في مصر، يمكن عشان ما كانتش مصرية، هي كانت جريجية وكانت عايشة في اسكندرية. ففي كنيستين أو ثلاثة في مصر كلها متسمية على اسم سانت كاترين، بس سانت كاترين في أوروبا مشهورة جدا، عشان كده الاسم مش منتشر عندنا في مصر، لكن في أوروبا هتلاقوه منتشر لأن هما هي كانت يونانية. فزي ما بقول لكم أي حاجة يوناني روماني نشروها في العالم كله وبكل البلاد اللي وقعت تحت سلطتهم. يعني كل الامبراطورية الرومانية، البلاد اللي انتشرت فيها الامبراطورية الرومانية فرضت سيطرتها عليهم ونشرت فيها كل الافكار بتاعتها. حتى لما بقوا مسيحيين الناس لازم تبقى مسيحيين، وبعد كده خدت المشهورين الفيجرز المشهورة عندهم نشرتها في اوروبا كلها. فاحنا فضلنا ماسكين نفسنا فترة مش بطالة في الفن المصري، وكمل معانا في الفن القبطي اللي هو سريالي بقى زيادة عن اللزوم، وكله رموز. يعني الفن القبطي ده كله رموز، سواء شكل الوش سواء حجم الملامح. هنبقى نتكلم في مرة عن الفن القبطي كفن كرسومات لوحده لانه ده هياخد حبة حلوين. ففي جزء في الاجزاء الاخيرة هتلاقوا لما مصر الرومانية بقت مصر مسيحية هتلاقوا شوية حاجات مسيحي قبل ما تبقى مسيحية في عصر بيزنطي قبل القبطي. هتلاقوا حاجة واحدة يعني ماكيت الكنيسة أو شكل الكنيسة صغيرة، وبعد كده هتلاقوا شوية ايكونز كده. أشهرها واحدة معمولة غالبا كانت محفورة من الرخام، معمولة ل ماريمينا. معمولة ماريمينا يعني حد من الناس المشهورين جدا، الشهداء المشهورين جدا عندنا في مصر. دايما بتمثل بشكل واحد رافع ايديه الاتنين وجنبه جمالين، هما مش جمالين، هما حيوانات متوحشة لأن هو كان عايش في الصحراء. فماري مينا من الناس المشهورة اللي موجودين في عصر اليونان الروماني، فعملوا له إله كده وسموه نيلوس، وجابوا له واحدة كده يعني جوزوه عشان ميبقاش حاسس بالوحدة. فنيلوس ده متصور كده في آخر قاعة تقريبا في الدور التاني وهو نايم كده، تحسوه قاعد مفخد كده ومليان لظى. لكن ده راجل قاعد كأنه ما بيعملش حاجة غير ان هو بياكل وما بيعملش أي مجهود، وده ممكن يكون دليل على الوفرة يعني والرخاء والكلام ده. بس احنا نيلوس ده ما كانش عندنا في مصر زمان، فهتلاقوا تمثال نيلوس وجنبه مراته اللي هي يعني ما اعرفش ليها دور ولا ملهاش، حتى مش فاكره اسمها ايه. فده من الحاجات اللي موجوده. متحف معمول بشكل حلو جدا جدا، يعني معمول على طراز المتاحف العالميه اللي بره. فهو من المتاحف الجميله جدا، يعني مستواه كمان اعلى من متحف الحضاره. اللي راح متحف الحضاره وزاره لا ده مستواه افخم واعلى من متحف الحضاره. عشان ما تتوهش في الزياره خليك ماشي مع الاسهم اللي مرسومه على الارض. هو معمول من دورين، يعني بياخد من ساعة لساعة ونص في الزيارة عشان تقعد براحتك تتفرج على كل حاجة. وان شاء الله تنبسطوا جدا في الزيارة دي، واتمنى ان انا اكون غطيت على قد ما اقدر يعني الجوانب المختلفة للفن اليوناني الروماني ومظاهر الفن بشكل مختصر يعني. ميرسي جدا ليكم، وقولوا لي رأيكم في الفيديو. شكرا جدا. انا كنت معاكم كاترين، مرشدة سياحية بالعربي. شكرا جدا ليكم.